سرق منهم حوالي 100 مليون جنيه ومجوهرات حوالي 13 كيلو دهب. وكان بيختار الشقق في مناطق راقية زي مدينة نصر والعجوزة ومصر الجديدة والدقي. واعترف المتهم بأنه حط 10 كيلو دهب في خزاين في البنوك، وكمان اشترى أراضي وشقق ومحلات تجارية بالفلوس اللي سرقها. العملية كانت بتبدأ بأنه بيطلع العماير علشان يشوف الشقق ويعرف نظامها ايه، ويعرف الشقق اللي سكانها بيكونوا مسافرين أو طلعوا مصيف، فكان يبدأ التخطيط لسرقتها ويغير كالون الشقة علشان محدش من الجيران يحس بيه. ده غير ان مجدي كان ذكي جدا وبيتعامل بثبات انفعالي مش طبيعي، فهو خريج كلية فنون تطبيقية وفنان تشكيلي، وكان بيطور من نفسه وأسلوبه الإجرامي واستغل مجال دراسته، فهو كان بيدرس علم الخيال واستخدمها في تنفيذ جرايمه، وده ساعده على فتح كالون الشقة في 15 ثانية بس، والخزنة كانت بتاخد في إيده حوالي 4 دقايق. واللي يأكد قوة ثباته الانفعالي إنه في مرة وهو بيحاول يفتح باب شقة خرج صاحب الشقة، ولكن مجدي كان ثابت ما خافش ولا تلجلج، وكمان شد مع صاحب الشقة في الكلام بكل ثبات انفعالي.